السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغريبة بالسميدة اللي كتجي رائعة فقط ببيضة واحدة، اللي كتجي هشيشة وكتجي رائعة في المذاق وفي الشكل. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نعطيكم المقادير نبداو الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب. بالنسبة لهاد الغريبة بصراحة كتجي رائعة. قبل ما نعطيكم المقادير ديال هاد الغريبة، كنشكر دائما الناس اللي معايا في القناة، وكنشكر دائما الناس الجدد واللي اول مره كيشوف القناة ديالي. ما تنساش تابوناو وتفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كنحتاج مكونات جد سهله. سبق لي في بدايه القناه ديالي شاركت معكم هاد الغريبه، اليوم بغيت نشارك معكم كذلك هاد الغريبه اللي كتجي رائعه، يعني نحضرها بكل سهوله. غير تبعوا معايا مرحله بمرحله. اول حاجه كنحتاج واحد بيضه كامله، غادي نضيف عليها واحد رشيشه ملحه. يعني بصراحه هاد الغريبه كتجي، يعني بصراحه كتجي لذيذه وكتجي هشيشه. هنا غادي نضيف واحد كاس ديال السكر سنيده اللي عبرته بكاس ديال العنبه، وغادي نجيب الطراب اليدوي. غادي نحرك ديك السنيده مع داك البيض، يعني بيضه واحده مع رشيشه الملحه باش نصحو الذوق صافي. وغادي نضيف واحد كاس ديال زيت المائده اللي عبرته كذلك بكاس ديال العنبه. يعني مكونات ديال هاد الغريبه مكونات جد سهله. غادي نعاود نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. صافي غادي نخلط، نعاود نطرب الطراب اليدوي. غادي نخلط داك الزيت مع السكر سنيده مع بيضه كامله. المهم غادي نضيف المكونات كاملين، وغادي نحتاج واحد جوج شخصيات الفاني ما يعادل 16 غرام بين جوج شخصيات، واللي عنده الفاني بودر ممكن يديرو. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات كاملين. نضيف واحد شويه ديال النافع، يعني كيبقى النافع اختياري ولكن كيجي رائع بالنسبه لهاد الغريبات. وغادي نضيف كذلك كاس ديال الحليب اللي عبرته بكاس ديال العنبه. صافي غادي نخلط هاد المكونات. وبالنسبه للسميده غادي نحتاج واحد 500 غرام ديال السميده رقيقه اللي كتكون خاصه بالحرش او البغرير. غادي نضيف قبل السميده واحد الكاس ديال الدقيق، كاس ديال الفورس راني غربلته قبل، كاس عبرته بكاس ديال العنبه كذلك. غادي نخلط المكونات، وغادي نضيف واحد شويه ديال الخميره. يعني بالنسبه للخميره حبيبات كتبقى اختياريه، الا ما متوفرش عندكم ممكن تستغناو عليها. صافي غادي نخلط هاد المكونات ديالي، وغادي نبدا نضيف بشويه بشويه السميده. يعني السميده راني عابره، هنا عندي هنا 500 غرام، يعني ما يعادل الى عبرناه بكاس ديال العنبه 4 ديال الكؤوس كبار. صافي غادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيف الخميره. بالنسبه للخميره جوج خمارات ما يعادل 16 غرام، واحد شويه ديال الخميره حبيبات. صافي غادي نخلط هاد المكونات ديالي. صافي هنايا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا، من الاحسن نخلطو بيدينا باش نتحكموا في الخليط ديالنا. صافي هنا من بعد ما غنجمع القوام ديال الغريبه غادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق تشرب ديك السميده دوك المقادير.
من بعد ما خلينا ديك القوام ديال السميده ارتاحت واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، كنجيبو نفس السميده اللي خدمنا بها مع شويه ديال الكوك او جوز الهند، شويه شويه غادي نخلطو مزيان داك السميده مع داك الكوك باش غادي نفندوه. غادي نبداو نشكلو على شكل كرات ونفندوه مزيان ديك السميده مع داك الكوك. يعني ممكن انا غادي ندير كرات صغار، ممكن انكم لو بغيتو الغريبه ديالكم تجيو كبيره تكبروا الكرات. صافي كنبدا نوضعوهم على شكل، كنفندوهم مزيان بالسميده والكوك، وغادي نبسطوهم غير شويه بالايدي ديالنا وغادي نوضعوهم في الصفيحه. هنا راني شاعله الفران، يعني من الاحسن العافيه تكون ماشي مجهده، غادي نشعلو على درجه 160 درجه. غادي نشعلو عليه من الفوق باش الغريبه ديالنا تشقق تقريبا واحد 5 دقائق تبان لينا تشقات. غادي نطفيو عليها ونشعلو من التحت. صافي هنا غادي نبدا يعني نكمل الكميه اللي عندي ديال الغريبه. بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي من بعد ما طيب الغريبه ديالنا. كملت الغريبه ديالي، غادي ندخل لاطه ديالي الفرن كما قلت لكم على درجه 160 درجه تشق لينا من الفوق، وعاد نجعلو عليها من التحت. هانتوما هنايا راه بدات تشقات ليا، غادي نطفي عليها من الفوق وغادي نخليها طيب من التحت. هنا من بعد ما طابت الغريبه ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي بصراحه لذيذه وكتجي محمره لا في الشكل لا في المذاق. هنا راه باقي سخونه، غادي نخليها تبرد. انا ما خليتهاش تحمر ليا بزاف باش ما تحرقش ليا. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها. انا درت بصراحه هاد الغريبه درتها شويه متوسطه. هنا وضعتها في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بالسميده اللي شاركت معكم فقط ببيضه واحده. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتشجيع وبارطاج من الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده، وباش تشجعوني باش نزيد نرسل المزيد من الوصفات معكم ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا عن قرب كيفاش كتجي، بصراحه كتجي لذيذه ورائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.